ألم أكن ساهرا ألعب طوال الليل؟ إلى أين انتهى بي المطاف بحق الجحيم؟ ها؟ أيها الكلب ماذا تفعل؟ إيه؟ لقد تحولت إلى مجرد هيكل عظمي يعضه كلب. هل هذا نظام؟ تهانينا للمضيف على الانتقال إلى عصر الآلهة الفوضوية. هذا عالم تحكمه الآلهة والشياطين معا. جاري تفعيل نظام إله الشر العظيم من أجلك. الهوية الحالية: عظام هشة رديئة، إله شر من المستوى الأدنى. في ظل حالتك الراهنة، المضيف عرضة للافتراس والالتهام من قبل أي وحش أو شيطان في أي لحظة، لتتحول إلى مجرد عظمة مضغ لأسنانهم. أتحول إلى عظمة مضغ؟ نعم أيها المضيف، ولكن يمكنك من خلال اعتلاء عرش إله الشر أن تتحدى السماء وتغير قدرك على المضيف التضحية بالكائنات الحية لإعادة بناء جسد إله الشر وحصد الإيمان وتجميع قوة إله الشر، كلاهما لا غنى عنه. نصدر الآن مهمة المرحلة الأولى. أكمل التضحية الأولى في غضون ساعة واحدة لإعادة صياغة عظامك البالية بهذا الهيكل العظمي المحطم. أنا مرعوب أن أتفتت إذا هبت نسمة هواء قوية وتطلب مني أن أذهب للتضحية بالكائنات الحية لتجنب الموت المفاجئ للمضيف في البداية. يمنحك النظام حزمة هدايا خاصة للمبتدئين: بطاقة تجربة لمرة واحدة لمهارة، إصبع الشبح محطم العظام، يمكنها اختراق أي دفاع والقتل بضربة واحدة. وإذا فشلت المهمة سيتحول المضيف إلى رماد يتناثر في الهواء. يبدأ العد التنازلي الآن. الوقت لا يرحم. تذكير سريع: عظام المضيف الحالية تعاني من هشاشة شديدة، يرجى التعامل معها برفق شديد. لا تقعي، لا تقعي أرجوك. أختي اهربي بسرعة، لم أعد قادرا على الركض، اتركيني وشأني. هيا انهضي. أمامنا غابة الموتى، إنها منطقة الأرواح الشريرة الملعونة. شيطان الثعبان لن يدخل إلى هناك. قم بسرعة. قريتنا داليانغ لا تملك المال لتقديم القرابين. لن يلتفت إلينا أي إله. دخول غابة الموتى يعني أن نصبح طعاما للأرواح الشريرة. ارحل من هنا بسرعة، على الأقل ستعيش لفترة أطول قليلا. لا تجرؤ على إيذاء أخي الصغير. إن كان هناك إله قادر على إنقاذ أخي وأهل قريتي فأنا مستعدة لتقديم روحي وأن أكون عبدة لك للأبد. آها. هيكل عظمي شرير، هذا هو الجسد الحقيقي للإله. أيها الإله، هل سمعت ندائي وجئت لإنقاذنا؟ لا تسيئي الفهم، أنا لم آتي لإنقاذ أحد، بل لأن هناك من قدمت روحها للتو. تم اكتشاف شيء غير متوقع. أول طلب تضحية قوي يفعل عقد الأرواح. يمكن للمتعاقد رؤية ما وراء الأوهام والنظر مباشرة إلى الجسد الحقيقي للمضيف. تم تحديد إحداثيات متعاقدة الروح. بدء النقل الإجباري. أضلاعي، هيكل عظمي حقير يجرؤ على إفساد خطتي. قربان من الدرجة الممتازة، هذا الوغد مثالي جدا للتضحية. تضحية؟ أيها الحثالة الذي لا يدرك حجمه، سأمحوك من الوجود الآن. هذا الثعبان يتحدث بغرور كبير. من أجل النجاة سأخاطر بكل شيء. كما توقعت، لقد أوقعت به.
ها 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 ها، هل تظن نفسك قويا؟ مهما كنت قويا يجب أن تتذوق حزمة المبتدئين الخاصة بي. اذهب إلى الجحيم. أيها النظام، أريد التضحية بشيطان الثعبان. تم اكتشاف قربان مكتمل. بدء طقوس التضحية بدم وجوهر شيطان الثعبان. تهانينا للمضيف، تمت إعادة بناء العظام السحرية بنجاح، وتم الحصول على قوس عظام الثعبان. سيتم فتح المكافأة حبة الدم الفضية. هذا الإكسير يمكنه تقوية البنية الجسدية وتعزيز قوة الحياة، لكن المضيف لم يحصل بعد على جسد من لحم ودم. حبوب الدم الفضية لا تأثير لها على المضيف في الوقت الحالي، على الرغم من أنني لا أستطيع استخدام حبوب الدم الفضية بعد، لكن كوني مجرد هيكل عظمي محطم هكذا أمر محبط حقا. كيف تجرؤ على قتل أخي؟ سأخبر والدي الملك وسأجعلكم تدفعون الثمن غاليا. الدم بالدم. هيكل عظمي. لقد مزق الجثة حتى بانت عظامها. هذا إله شرير عظيم. إنه أشرس وأكثر وحشية من شيطان الثعبان. اهربوا، اركضوا جميعا. أرجوك أيها الروح الشرير العظيم ارحمنا. مم تخافون؟ أنا لن آكلكم على أي حال. ها 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 ها. آكلكم؟ أنتم جميعا نحاف جدا وكأنكم مجرد جلد على عظم. بدلا من أكلكم أنا بحاجة إليكم أكثر. أليس هو من قتل شيطان الثعبان الذي دمر قريتنا وأنقذنا جميعا؟ إنه إله قادر على حماية الناس. هذه الفتاة مصابة بشدة ورغم ذلك تدافع عني؟ صحيح، إنها تلك البشرية التي قدمت نفسها كأضحية طواعية. أيها المضيف، هذه البشرية هي أول من قدمت تضحية لك، لذلك تم ربطها تلقائيا لتكون التابعة المخلصة والخاصة بك. يمكنك من خلالها جمع الإيمان وتكثيف قوتك الإلهية، ولكن إذا ماتت هذه التابعة فسوف تتعرض لردة فعل عنيفة تدمر روحك. ماذا؟ أنا مرتبط بهذه الفتاة الشاحبة والنحيلة، لقد ارتبط مصيري بها. هل يجب علي الاعتماد عليها لجلب الأتباع وكسب الإيمان؟ انسى الأمر، إنقاذ حياتها هو الأهم الآن. غرر. لا، أرجوك لا تأكلني. علاوة على ذلك أنا إذا أردتم النجاة فاخضعوا لي وساعدوني في جمع الأتباع. المظهر الحقيقي للإله وسيم ولطيف للغاية، ولكن لماذا لا أفهم كلمة واحدة مما يقوله؟ أيها النظام، ماذا يحدث هنا؟ لماذا يبدو صوتي هكذا مرعبا؟ مستوى المضيف الحالي هو روح شريرة حديثة الولادة. لم تقم بفتح ميزة لغة الآلهة بعد، لذا لا يمكنك التواصل مع أي بشري في الوقت الحالي. لابد أن هذه هي لغة الآلهة القديمة. شكرا لك أيها الإله العظيم على إنقاذ حياتي. أنا مستعدة لأضحي بحياتي. ومن قال إني أريدك أن تموتي؟ لومتي، من سيجلب لي المزيد من الأتباع؟ بما أنني لا أستطيع التحدث سأكتب إذن. ما معنى هذا؟ ما هو محفور على الأرض هي تعويذة لسحب الأرواح، وحبة الدم هذه هي حبة استخراج الروح. يا ابنة عمي، لا تأكليها، إنه يريد استخدام التعويذة لامتصاص روحك. تبا، لقد كتبت أنا أنقذك. كليها، ألا تجيدون القراءة؟ يا لكم من مجموعة من الحمقى الأميين. هراء، الإله العظيم وجهه وسيم كليشم، وله هيبة الكائنات السماوية، وما كتبه ليس تعويذة لسرقة الأرواح، إنه هنا لينقذنا. يا أختي، هل جننت؟ انظري إليه، إنه مجرد هيكل عظمي. هذه الفتاة سحرت بروح شريرة، لقد فقدت عقلها تماما. هذه الفتاة لا تجيد القراءة، لكنها اختارت أن تؤمن بي.
كما هو متوقع من مبعوثتي المخلصة. سأعتمد عليك لجلب المزيد من الأتباع مستقبلا. هذا الدواء منحة من الإله، وهذه نعمة كبرى لهونغ لينغ. انتهى الأمر، لقد بدأ المفعول. سيتم سحب روح هونغ لينغ. أختي، كيف حدث هذا؟ هل يعقل أن الدواء الذي أعطاني إياه النظام منتهي الصلاحية؟ هذه جنية سماوية. شكرا لك أيها الإله العظيم على منحي حياة جديدة. أنا هونغ لينغ، مستعدة لخدمتك حياة بعد حياة. هي يبدو أن دواء النظام لم تنتهي صلاحيته، ومفعوله قوي جدا. متى يمكنني الحصول على حبة لنفسي؟ يا جماعة، أرجوكم فكروا في الأمر جيدا. لو كان الإله العظيم حقا قد جاء ليأخذ أرواحنا، فلماذا قد ينقذنا إذن؟ وكيف له أن يمنحني دواء إلهيا؟ بدلا من الخروج والتعرض للافتراس، من الأفضل البقاء بجانب هذا الهيكل العظمي. على الأقل هو لم يأكلنا. لكننا شتمنا الإله العظيم للتو ووصفناه بالروح الشريرة. بالتأكيد سيأكلنا لينتقم. خلاص كفاكم ارتجافة. أنا لن آكلكم. كل واحد منكم نحيف كأنه عود حطب، حتى أنكم لا تصلحون لتنظيف أسناني. يبدو أنه لا يريد حمايتنا. إنه يقوم بعدنا. إنه يختار من سيأكله أولا. إصدار مهمة جديدة. المؤمنون الحاليون بلا مأوى، وإيمانهم يتشتت، مما يؤثر بشدة على كفاءة تجميع القوة الإلهية. يرجى خلال 4 ساعات جمع 1000 قطعة من خشب إلين الذي يبلغ عمره 100 عام لبناء النطاق الإلهي. بعد بناء النطاق الإلهي ستحصل قوة الإيمان على زيادة هائلة. إكمال هذه المهمة سيمنحك مكافأة إضافية، منصة استدعاء الأبطال. 4 ساعات لأجل 1000 قطعة. لقد استلم النظام. انتهى أمرنا. الإله العظيم لا ينوي مسامحتنا. إنه سيقوم تماما مثل قطع الأشجار، بقطع رؤوسنا جميعا. ومن قال إنني أريد أكلكم؟ أنا أريدكم أن تعملوا كحطابين. أصمتوا جميعا. ما يقصده الإله العظيم هو أنه لا يريد أرواحكم، بل يريد منا أن نقطع الأشجار، ثم سيبني لنا ملجأ. قطع الأشجار؟ بناء ملجأ؟ أيا كان، قطع الأشجار أفضل بكثير من أن يتم أكلنا. من يريد النجاة بحياته فليسرع لقطع الأشجار. أجل، اقطعوا الأشجار لإنقاذ حياتكم. اقطعوا بسرعة. هذا مرعب جدا. لقد أسقط الإله العظيم الأشجار بالفعل. يا رفاق، أسرعوا وانقلوا الأخشاب إلى هناك. إذا أبلينا حسنا فلن يعاقبنا الإله العظيم. دينغ، وصلت نسبة تقدم المهمة إلى الهدف المطلوب. بالرغم من أن هؤلاء القوم ضعفاء، إلا أنهم مطيعون جدا. إذا سأكمل معروفي حتى النهاية، وسأبني لهم منزلا لأجعلهم يتبعونني بولاء مطلق وبلا تردد.
دينغ، تهانينا أيها المضيف، لقد أنجزت مهمة البناء الغامضة بامتياز فائق. إنه ليس هنا ليأكلنا. الإله العظيم جاء حقا ليبني لنا منزلا. لقد أصبح لدينا بيت الآن. سنتبعك حتى الموت. مستوى السعادة يرتفع بشكل جنوني. قوة الإيمان تتدفق بجنون. كفاءة تجميع القوة الإلهية زادت بنسبة 200%. تم توزيع مكافآت المهمة وفتح ميزة جديدة. تمت إضافة فرصة سحب واحدة في منصة الخطابة. يالها من قوة إيمان مذهلة. إنها قوية جدا. أشعر وكأن جسدي كله يشتعل حرارة. لقد عادت الحياة إلى قرية داليانغ من جديد. بما أن قريتنا الحالية هي هبة من الإله العظيم لنا، فلماذا لا نسميها قرية الهبة الإلهية؟ قرية الهبة الإلهية، أجل، قرية الهبة الإلهية. يجب أن نحتفل الليلة بشكل يليق بهذا الحدث، لنحتفل بفرحة انتقالنا إلى منزلنا الجديد. لماذا لم يعد هذان الشقيان الملعونان حتى الآن؟ هل ذهبا لافتراس البشر أم في رحلة حول العالم؟ يا زوجي العزيز، اهدأ ولا تغضب. لعل اللحم البشري في قرية داليانغ كان لذيذا جدا، فانشغل باللعب وتأخرا قليلا. ابتلاع أكثر من 100 شخص يحتاج إلى بعض الوقت لهضم طاقتهم. بمجرد أن تتعاظم قوة عشيرتنا من سحرة الأفاعي، سندمر مدينة اليشم الأبيض التي يحميها ذلك العجوز الخرف. لحم البشر العاديين لا يساوي شيئا. لحم المزارعين الروحيين هو الغذاء الحقيقي الذي يمنح القوة. أبي الملك، أمي الملكة، أخي لقد قتل أخي. بينما كنا نلتهم قروي داليانغ، واجهنا روحا شريرة على هيئة هيكل عظمي أبيض. تلك الروح الشريرة قتلت أخي، وأنا بالكاد استطعت النجاة والعودة. انقلوا أوامري فورا. اجمعوا كل أفراد العشيرة، حتى لو اضطررتم لقلب الأرض رأسا على عقب. يجب أن تعثروا على القاتل. سأسحقه وأطحن عظامه حتى تصبح رمادا. ها 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 ها. بسرعة أحضروا القماش الأحمر. يجب أن نحتفل ونجلب الحظ السعيد لإلهنا العظيم. ها 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 ها. توقفوا. سيدي الإله العظيم عبارة عن هيكل عظمي. إنه ينتمي للعالم السفلي، والنار الحية من المحرمات بالنسبة له. تعليق الزينة الحمراء فيه إهانة صريحة لسموه. لدي بعض قطع القماش البيضاء الباقية من ملابس الحداد. لونها مطابق تماما للون عظام سيدي العظيم. أجل، فلنستخدمها إذن. وانثروا أيضا بعض الأوراق النقدية الخاصة بالموتى، وأطووا بعض سبائك الورق. هكذا تكون الاحتفالات الحقيقية. يا للإزعاج. ألا يمكنكم التوقف عن إحداث كل هذه الضجة؟ هل نحن نحتفل بمنزل جديد أم نشيع جنازة بحق الجحيم؟ هونغ لينغ، أوقفيهم بسرعة. أختي الكبرى ماذا يقول؟ سيدي الإله العظيم يقول سيدي. استمروا في العزف، استمروا في الرقص. أيها النظام، كم من الوقت يجب علي أن أنتظر حتى أتمكن من التحدث مع هؤلاء الحمقى بشكل طبيعي؟ الاعتماد على التخمين طوال الوقت يجعل سوء الفهم يتفاقم أكثر فأكثر. أيها المضيف، عندما تستعيد جسدك المكون من اللحم والدم، وتصل نسبة ولاء سوق الأشباح إلى مستوى الولاء حتى الموت، حينها فقط ستتمكن من فتح خاصية التواصل الغامضة. شروطك تعجيزية حقا، لا يهم. سآخذ قسطا من الراحة الآن.
قاتل ولدي يختبئ هنا، لا تتركوا أحدا منهم على قيد الحياة، اقتلوهم جميعا. تحذير تحذير، تم تسجيل حالة وفاة بين الأتباع. نامنتون 2020 سيتم خصم طاقة المضيف مستوى فقدان الطاقة الحالي 2%. تحذير، وفاة أحد الأتباع. ماذا؟ فقدان الطاقة الحالي 4%، 6%. طاقتي، ثمرة جهدي وتعبي، إنهم يقتطعون من لحمي الحي، اللعنة عليهم. لا تخافوا يا رفاق، الإله العظيم سيدي ظهر ليحمينا جميعا، سموه يقف إلى جانبنا. عظيم، إذن أنت هو الروح الشريرة التي قتلت ولدي ثم حولته إلى مجرد دمية قذرة. أيها الأتباع، استمعوا لأوامري، اسحقوا هذه الحشرات جميعا، أبيدوهم. تراجع يا سيدي. لا تذهبوا للموت هكذا، أرجوكم يا إخوتي. إذا متم جميعا فسأموت أنا أيضا. تقدموا، هيا يا بقايا العظام، تقدموا من أجلي. أختي الكبرى، احترسي. سيدي الإله العظيم، لو متم سأتعرض أنا لارتداد في روحي. تجرؤون على لمس أكياس الدم المتنقلة، سأسحقكم جميعا. تحذير، فقدان طاقة الزراعة بنسبة 12%، 18%. تبا، لم أعد قادرا على الصمود أكثر، يجب أن أجد حلا. قتلتم ابني من أجل هؤلاء البشر، اليوم ستدفعون الثمن بالدم. تريدون موتي؟ في أحلامكم أيها النظام، افتح منصة الاستدعاء واسحب بطاقة. جاري سحب وحش شيطاني عظيم من أجلك. هل يعقل أن يكون التنين الأعظم؟ الإله العظيم يستدعي تنين إلهيا، سننجو أخيرا. فأر واحد، أيها النظام، هل تسخر مني؟ أين جنرال الأشباح الأقوى الذي وعدتني به؟ هل أخطأت في شيء ما؟ هل هذا هو الوحش المقدس للإله العظيم؟ ها، فأر مجرد فأر هو ورقته الرابحة. سأموت من الضحك، يبدو أن هذا الكائن الشرير قد فقد عقله من الخوف. تجرؤ على السخرية مني أيها الوغد، مت. لماذا تهزني هكذا؟ لقد أصبت دماغي بالدوار. أيها الفأر، توقف عن النوم، أنت جنرال الأشباح التابع لي. استخدم قواك الخارقة بسرعة، واقتل هؤلاء الشياطين الأفاعي، وامنعهم من التهام المزيد من البشر. تريدني أنا أن أنقذ البشر؟ هل جننت؟ وأيضا أنا سيد شياطين من العصور القديمة، أمتلك حكمة ومهارات طبية تمكنني من نشر الأوبئة وإرسال البشر إلى الجحيم، ولم يكن من واجبي يوما إنقاذ حياة أحد. تحذير، فقدان طاقة الزراعة بنسبة 30%، وتسمي نفسك سيد شياطين. أنت مجرد أحمق غبي، ما الذي ستستفيده إن تم تدميري؟ هذا ممتاز جدا. عندما تتحول عظامك البالية إلى رماد، سأبحث ببساطة عن مكان آخر لأنام فيه. وعلاوة على ذلك، هل تستحق هذه الديدان الطويلة التافهة أن أتدخل وأتعب نفسي؟ أيها الحثالة الحمقى، الآن خذوا هذا الهيكل العظمي الشرير وهؤلاء الفلاحين الحثالة واسحقوهم تماما. حسنا، لديك شخصية عنيدة إذن، ولكن أيها الأحمق، ألم تنس شيئا واحدا؟ إن طعام الأفاعي المفضل أليس هو الفئران؟
طالما أنك ترفض مساعدتي، إذن فلتكن مفيدا لمرة واحدة، وكن مقبلات لهذا الثعبان الشيطاني، ولنحترق جميعا حتى نصبح رمادا. سحقا لك، اذهب إلى الجحيم أيها الهيكل العظمي القذر، لعنة الله عليك. أيتها الدودة النتنة، كيف تجرؤين على محاولة أكلي أنا؟ لقد أغضبتني حقا. آخ، هذا مؤلم جدا. هذا الجرذ اللعين هو نقطة ضعفي. يا إلهي، جنرال الأشباح، الجرذ هذا قوي للغاية. إنه أشبه بسلاح بيولوجي فتاك كما هو متوقع من الوحش المقدس لسيدنا العظيم. إنه مذهل حقا. حرشفي، يا حرشفي، خذ كل جثث ثعابين الشياطين المتعفنة الملقاة على الأرض، وقم بالتضحية بها جميعا من أجلي، لتحويلها إلى طاقة. أولم جاري تنفيذ التضحية الجماعية الآن. رائع، اضرب والحديد حام، فلنقضي عليه وهو ضعيف. إن تجرأت على التقدم خطوة واحدة أخرى فسأقاتلك حتى الموت. هل ما زلت تجرؤ على تهديدي؟ ممتاز، سأسحق كليكما بيدي هاتين، وسأضحي بكما. يا لهما من وجبتين دسيمتين للطاقة. في ظل هذا الموقف الصعب، ليس أمامي خيار سوى امتصاص كل طاقتها وقوتها لكي أتمكن من السيطرة والنجاة، وإلا فسألقى حتفي وأدفن هنا أيضا. تأكل حتى زوجتك، يا لك من قاسي القلب. زوجتي العزيزة، بدلا من أن نموت معا، ما رأيك أن تساعديني لأتحول إلى تنين عظيم؟ دعيني أقضي على هذه الروح الشريرة. أيها الثعبان السام، التف حوله. أيها الجرذ، هاجم نقطة ضعفه بسرعة. أغرب عن وجهي أيها الهيكل العظمي البائس والمتعفن. هذا الجرذ يثير أعصابي، لقد سئمت منه. يجب أن أقاتل وأقضي عليه. كل هذا بسببك أيها الفأر الميت الماكر. سألتهمك أنت أولا. الآن هو الوقت المناسب، حطم عظامه بسرعة. أيها النظام، ضحي به من أجلي فورا. يا أهل القرية، إن سيدنا العظيم هو من قضى على هذا الثعبان الشيطاني الذي عاث فسادا في أرضنا. إنه الإله الوحيد الذي سيحمينا بالتأكيد. المجد للإله العظيم. النظام، استيقظ المضيف وقتل الشيطان العظيم نيهاي لونغ. تم حل أزمة الأتباع. ارتفع ولاء الأتباع إلى مستوى الإيمان حتى الموت. تعززت القوة الإلهية بشكل كبير. نمت للمضيف أحبال صوتية ومسارات طاقة روحية. تم فتح ميزة التواصل باللغة الإلهية، ولكن نظرا لأن سلالة نيهاي لونغ غير نقية، نسبة تقدم عملية تشكيل الجسد اللحمي هي 20%. إذا أردت تشكيل جسد من اللحم والدم بالكامل، يجب على المضيف التضحية بشيطان ذو مستوى أعلى وسلالة أنقى. أضحي بشيطان أكبر، لكن بقوتي الإلهية الحالية ما زال الأمر صعبا بعض الشيء. يجب أن أجمع المزيد من الأتباع لأراكم قوتي الإلهية. سأضطر للاعتماد على هذه الفتاة أيها الأتباع الجهلة. الإله سيحميكم بالتأكيد، ومن يجرؤ على التعدي على أراضي سيهلك لا محالة. صوت الإله المبجل، لقد سمعته أخيرا، وأنا سمعته أيضا. ما أعظم إلهنا، ما أعظم إلهنا. تفووا، مجموعة من المغفلين يعبدون دجالا. لا ولاي أنا
هل كنت لتتمكن من التباهي هنا؟ بل وتجرأت على رمي للثعبان كطعم. أنت مجرد دجال قذر بلا أي ذرة شرف. لكي أستعيد لحمي يجب أن أقتل شياطين أقوى. الاعتماد علي وعلى هؤلاء القرويين فقط لن يكفي أبدا. رغم أن هذا الجرذ لسانه سليط، إلا أن قدرته السحرية لنشر الوباء هي معجزة حقيقية لهزيمة وحوش أقوى منه. يجب أن أجعله يتبعني بإخلاص تام. إلى ماذا تنظر؟ هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي سيساعدك فيها سيدك العظيم. في المرة القادمة سأجعلكم تموتون جميعا. همف، أنا ذاهب. مهلا. أيتها العظام النخرة، هل تظن أنك تستطيع تقييد حرية سيدك؟ لقد كان الأمر شاقا عليك، أليس كذلك؟ ماذا تفعل؟ يمكنك الرحيل، لكن خذ هذا كمكافأة لك. ولكن بمظهرك المستدير والمكسوب الفرو هذا لا يبدو كزعيم شياطين من العصور القديمة أبدا. ألا تخشى أن يصطادك أحدهم ليلعب بك كحيوان أليف؟ أي هراء تقوله؟ هذا أخونا الأصغر. هيهي، ابق معي وسأضمن لك الشبع التام من نوى الوحوش عالية المستوى، وحينها ستتمكن من التحول إلى وحش يبتلع السماء والأرض، إلى شيطان عظيم جبار لا مثيل له يهابه الجميع. في مهمة القضاء على التنين الشيطاني هذه كان لفضيلة الجنرال الفأر دور لا يمكن إنكاره. إنه الوحش الإلهي الأول تحت إمرتي. شكرا جزيلا للجنرال الفأر على إنقاذ حياتنا. يحيى الجنرال الفأر العظيم. الجنرال الفأر هو حقا تميمة حظنا وبركاتنا. أي بركة تتحدثون عنها؟ أنا نذير شؤم أجلب الأوبئة. هل أصابكم الجنون جميعا؟ أنا لم أفعل ذلك لإنقاذكم على الإطلاق. يا عمي، هل يؤلمك هذا؟ لقد ناداني بعمي؟ لقد عشت لآلاف السنين، وكان الجميع يلقبونني بإله الأوبئة والخراب. كلما رأوني صرخوا مطالبين بضربي وقتلي، ويهربون مني مرعوبين. لم يهتم بي أحد على الإطلاق. لا يمكنك اختيار منشأك، ولكن ما تريد أن تفعله وأي نوع من الأعمام تريد أن تكون فهذا خيارك أنت. حسنا، بما أنكم أيها البشر الحمقى لا تستطيعون العيش بدوني، فسأتواضع وأبقى معكم لبضعة أيام أخرى. أنا أبقى فقط لأنني أطمع في نوى الوحوش تلك، وبمجرد أن أشبع منها سأغادر في أي لحظة. يا لك من مكابر! بمجرد أن تعتاد على أكل نوى الوحوش التي أقدمها لك، وتعتاد على قرابين هؤلاء الناس واحترامهم، فلن تفكر في الرحيل طوال حياتك. من الآن فصاعدا لا تجرؤوا على مناداتي بالفأر، بل نادوني بالسيد الفأر العظيم. عاش السيد الفأر العظيم. جيد جدا، ممتاز. لقد أصبحوا في صحة جيدة وممتلئين، وطاقة الإيمان التي يمنحونها أصبحت أكثر نقاء وقوة. هل هم في طريقهم إلى السوق؟ بالضبط. الآن يجب أن أجعلهم يجلبون لي المزيد من الأتباع. أراكم تجهزتم منذ الصباح الباكر. إلى أين أنتم متجهون؟ يا إلهنا العظيم، نحن نستعد للذهاب إلى السوق القريب لنقايض منتجات الجبل ببعض القماش والملح. عالم الفوضى هذا كأتون النار. الخلائق كلها تقاسي العذاب، ولا ينبغي لنور الإله أن يشرق عليكم وحدكم في رحلتكم هذه. إن صادفتم تلك الخراف الضالة المشردة بلا مأوى، فدلوهم على طريق العودة إلى الديار. إلهنا العظيم لم يتبق منه سوى حفنة من العظام، ومع ذلك لا يزال قلبه ينفطر ألما على البائسين في الخارج. لابد أننا جمعنا حسنات ل8 أجيال متتالية لنحظى بمثل هذا الإله العطوف. اطمئنوا يا إلهي المبجل. أنا هونغ لينغ سأعيد بالتأكيد أولئك القرويين البائسين إلى هنا ليجعل العالم بأسره يشعر بنورك الإلهي الساطع. اذهبوا اذهبوا، فاستعادة اللحم ودمي تعتمد عليكم الآن. هي. بضائع جبلية طازجة للبيع بأسعار زهيدة. شيتاو، هونغ لينغ، هل هذا أنتم؟ لقد التهم شيطان الأفعى قرية داليانغ بأكملها منذ زمن طويل. كيف نجحتم في النجاة دون خدش واحد؟ وتبدون في أفضل حال أيضا. لقد أنقذ قريتنا إله العظام البيضاء المبجل من غابة الموتى لولا إلهنا العظيم.
لكان شيطان الأفعى قد التهم قريتنا عن بكرة أبيها. إلهنا المبجل في غاية الرحمة، ما رأيكم أن تأتوا معنا أيضا إلى غابة الموتى؟ لكنني سمعت أن غابة الموتى لا تسكنها سوى الأرواح الشريرة، فمن أين سيأتي إله إلى هناك؟ هراء، إلهنا المبجل إله حقيقي وليس روحا شريرة. من الذي يثير كل هذه الضجة هنا؟ سيدي، هؤلاء الناس من قرية داليانغ يقولون إن غابة الموتى بها إله يحمي الناس، ولكن غابة الموتى هذه لطالما كانت مرتعا للأرواح الشريرة، فكيف يمكن أن يوجد بها إله يحمي البشر؟ أيتها الفتاة الصغيرة، هذا الإله الذي تتحدثين عنه ما هو إلا وحش تشكل من كومة عظام بيضاء. إياك أن تنخدعي ببعض الفتاة والمعروف الزائف وتأتي إلى هنا لتنثري سمومك وتضلل الناس بخرافاتك. أضلل الناس بخرافاتي عندما كانت قريتنا تباد وتلتهم بالكامل على يد شيطان الأفعى. أين كانت طائفة اليشم الأبيض خاصتكم حينها؟ بينما تلك الروح الشريرة التي تسخرون منها هي من أنقذت حياتنا، بل وأطعمتنا اللحم لنسد جوعنا. الزمان قاس والعيش مر، لذا ليس غريبا أن تلجأوا للارتماء في أحضان الأرواح الشريرة، ولكن اللجوء إلى إله شرير. أخشى أن نفقد أرواحنا في النهاية. طائفة اليشم الأبيض ستقيم قريبا مهرجان الخالدين. لقد نزلنا من الجبل هذه المرة خصيصا لنمنح أنتم أيها البشر الفانون فرصة الخلود، لكن طريق الخلود لا يفتح أبوابه إلا لمن يمتلكون جذورا روحية نقية. فرصة الخلود هذه مخصصة فقط للعباقرة. من أين لأطفالنا العاديين أن يحصلوا على فرصة كهذه؟ بالنسبة لنا نحن البسطاء أن نشبع ونبقى على قيد الحياة، هذا هو الأهم. حتى لو كان إلها شريرا، طالما أنه سيطعمنا فهو إله صالح. أنا سأذهب معكم اليوم إلى غابة الموتى. أجل، في هذه الأيام الصعبة هل نهتم نحن الحشرات بالآلهة أو الخالدين أو الوحوش؟ كل ما نريده هو أن نعيش ونجد لقمة نأكلها، وهذا يكفينا، ولكننا لا نملك شيئا. هل يمكننا حقا اللجوء إلى الإله العظيم؟ لا تقلقوا يا جماعة، إن لم يكن لديكم مال للبخور والقرابين فالإله العظيم رحيم وعطوف. طالما أن قلوبكم صادقة فإنه سيحميكم ويرعاكم جميعا. نريد أن نأكل، نريد أن نعيش. سنذهب إلى غابة الموتى. وقاحة، كيف تجرؤون على سرقة أتباعنا أمام طائفة اليشم الأبيض؟ سأجعلكم تدفعون الثمن غاليا. هؤلاء لديهم موهبة حقا في إقناع الناس، كلامهم مرتب ومقنع جدا، ليس سيئا على الإطلاق، لهم مستقبل واعد. أسرعوا، بمجرد أن نعبر هذه البحيرة ونتسلق جبلا واحدا سنصل أخيرا إلى غابة الموتى، ولن نضطر لأكل التراب لسد جوعنا بعد الآن. يا رفاق، إلى أين أنتم ذاهبون بهذه العجلة؟ نحن ذاهبون إلى غابة الموتى لنعيش حياة كريمة. يا أخي، هل ترغب في المجيء مخي؟ من الذي كان يتحدث للتاو؟ إنه أنا هنا. شبح، النجدة، ساعدونا. سيدي، لقد جاء لينقذنا. أخي، أرجوك أنقذنا. أنقذكم؟ ألم تكونوا في طريقكم للجوء إلى ذلك الإله الشرير؟ لماذا لا تطلبون منه أن يأتي لإنقاذكم إذن؟ يا لكم من حثالة أغبياء، بما أنكم ترفضون الاستماع إلى كلام الخالدين فلا تصبحوا إذن أشباحا غارقة في القاع. انزلوا لأسفل والعبوا معنا قليلا. دفعة جديدة من الحثالة جاءوا ليقدموا حيواتهم. أنهوا الأمر بنظافة دون ترك أي أثر. فرصة ممتازة لنجعل الأرواح الشريرة في غابة الموتى تتحمل عبء هذه الجريمة. هي أمرك. أليسوا هؤلاء من كانوا في طريقهم إلى غابة الموتى؟ كيف مات هؤلاء؟ لقد امتصت دماؤهم وطاقتهم بالكامل. هذا بوضوح من فعل الأرواح الشريرة. تلك الأرواح الخبيثة بارعة جدا في الخداع والمكر، وما يسمى بقرية المعبد الإلهي ليس سوى مسلخ تستخدمه تلك الأرواح لاستدراج فرائسها البشرية.
الحمد لله من حسن حظي. Watch H5 Dalevant. Watch H5 Dalevant. من حسن حظي أنني لم أذهب إلى هناك، وإلا لربما متصت دمائي أنا أيضا حتى الموت. هؤلاء الأشخاص أليسوا هم من قالوا في ذلك اليوم إنهم سيأتون إلى قريتنا؟ كيف يعقل هذا؟ كيف تجرؤون على المجيء إلى هنا؟ إنهم هم هؤلاء من يتواطؤون مع الأرواح الشريرة، يخرجون خصيصا لاختطاف الناس وجعلهم قرابين بديلة للموت، ونين من جعلهم أتخر فرمن أيجن فورمن أنسفن وون فورمن أيجن. هو هذا كذب وافتراء، لم نفعل ذلك. إلهنا العظيم ينقذ الأرواح، إلهنا لا يؤذي أحدا، إنه ينقذ البشر فقط. أنتم تتآمرون مع الشياطين وتمتصون دماء وطاقة الأبرياء، إنها لجرائم لا تغتفر، شر مطلق. وبما أنكم أتباع وكلاب تلك الأرواح الخبيثة، فمن حق الجميع أن يقتلوكم ويبيدوكم. أختي، موتوا جميعا. تحذير هونغ لينغ من سوق الأشباح، تتعرض لتهديد قاتل. نقاط الحياة تنخفض، روح المضيف تتعرض للضرر. مستوى التدريب يبدأ في التراجع. تم خصم 2% من يجرؤ على المساس بأفضل أتباعي ومروجتي الأولى. اذهب إلى الجحيم ومت. إلهي العظيم، ألا أقتله؟ لقد ألحق بك كل هذا الأذى وما زلت تتوسلين من أجله. إذا قتلته الآن في عيون هؤلاء العوام ستصبح حقا ذلك الروح الشرير القاتل الذي يدعونه. أجل إذا ارتكبت مجزرة هنا، هؤلاء الرعاع سينشرون في كل مكان أنني أقتل الناس وسيشوهون سمعتي. حينها يمكنني أن أنسى أمر استعادة جسدي اللحمي للأبد. اليوم سأستبقي على حيواتكم البائسة كالكلاب، ولكن إن تجرأتم على المساس بأتباعي مرة أخرى، أقسم أنني سأسحق عظامكم وأذر رمادكم في الهواء. أيها المسخ، من حسن حظك أنك هربت بسرعة. لولا أن طاقتي الروحية مقيدة اليوم لكنت سحقت عظامك قطعة قطعة. يا أخي الأكبر، لا تضيع وقتك في الغضب منه. مهمة المعلم هي الأهم الآن. أيها القرويون، هل رأيتم ذلك؟ هذا هو الكيان الشرير الذي يقتل بدم بارد، ومن يثير غضبه لن ينجو بحياته أبدا. أليس هذا هو الخالد العظيم؟ أنقذ حياتنا أرجوك. أيها الخالد العظيم، لا تتركنا هنا. أخبرهم أين يجدون طريق النجاة. آمنوا بخالد اليشم الأبيض العظيم تنالوا الخلود. اذهبوا إلى مدينة اليشم الأبيض فهناك يكمن الخلاص. أليس هذا هو الفتى من قريتنا الذي أرسلناه منذ سنوات؟ الفتى جيان هواي شوانغ الذي ذهب للتدرب في طائفة اليشم الأبيض. لقد وفرت له طائفة اليشم الأبيض حماية ممتازة. الإيمان بطائفة اليشم الأبيض هو طريقنا الوحيد للنجاة. أيها الخالد الشاب، أتوسل إليك أن تقبل طفلي. دعه يصبح سيدا خالدا مثلك، إنه فتى شديد الذكاء. نحن مستعدون أن نخدمكم كعبيد طوال حياتنا. أرجوكم يا سادة طائفة اليشم الأبيض الخالدين، اقبلونا لجوءا عندكم. بما أنكم تملكون هذا القدر من الإخلاص، فإن طائفة اليشم الأبيض ستستثنيكم وتستقبلكم جميعا. أحصوا أعدادهم جيدا، وسنأخذهم الليلة بالقوارب إلى مدينة اليشم الأبيض. هؤلاء العجائز ليسوا سوى علف رخيص، أما هؤلاء الأطفال الأبرياء من الفتيان والفتيات فهم الإكسير البشري العظيم الذي سيساعد معلمنا على تجديد جسده والارتقاء. أيها الإله العظيم، أرجوك أنقذ آجيه بسرعة. استيقظ، أرجوك استيقظ يا شياو غوان. أنا آسف جدا أيها الإله العظيم، لم أفشل في إحضار اللاجئين فحسب، بل سمحت أيضا لطائفة اليشم الأبيض بنشر الشائعات والأكاذيب. يزعمون أنك كيان شرير يمتص دماء الناس وطاقتهم. لقد أصابهم الرعب وهربوا جميعا الآن.
أمتص دماء الناس؟ كيف لهيكل عظمي كهذا أن يمتص الدماء؟ ها 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 ها. أراهن أنه سيسرب حتى لو شرب الحساء. يا سيدي المعبود، طائفة اليشم الأبيض أخذت اللاجئين الذين كانوا في طريقهم إلينا. لقد أخذوهم جميعا يا سيدي، لكن طائفة اليشم الأبيض تعتبر من الطوائف النبيلة والصالحة. هذا مريب. طائفة اليشم الأبيض لا ينقصها المال ولا الأتباع، فلماذا يتسابقون بلهفة لسرقة؟ مجموعة من اللاجئين المعدمين الذين لا يملكون شيئا مني، أخشى أنهم يخططون لأمر دنيء في الخفاء. لماذا تفكر كثيرا؟ الحصول على الأتباع أمر في غاية السهولة. سأذهب الآن لأمزق أولئك الأوغاد ذوي الملابس البيضاء إربا وأستعيد لك اللاجئين. ما أريده أنا العظيم هو ثقتهم وولاؤهم النابع من أعماق أرواحهم وبإرادتهم الحرة، لأنه فقط من خلال الإيمان النقي يمكنني اكتساب المزيد من القوة الإلهية والتي ستساعدني في إعادة بناء جسدي المادي. أيها الفأر، أيتها الأفعى، رافقاني في رحلة. إيه، لن أذهب. هل جننت؟ تحرك، دعنا نذهب لنرى. إلى أين أخذوا محصولي الثمين؟ أعني إلى أين نقلوا أتباعي المؤمنين؟ أيها الخالد، ألم تقل إنك ستأخذنا إلى مدينة اليشم الأبيض؟ لماذا توقف القارب؟ إلى مدينة اليشم الأبيض؟ هل تعتقدون أن حثالة مثلكم تستحق ذلك؟ بل أنتم ستساهمون في ازدهار مدينة اليشم الأبيض بطريقة أخرى، باستخدام لحمكم ودمكم لإطعام الوحش القابع في قاع الماء. ها 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 ها. أمي. آها ها ها. إنها دمى ورقية. تلك العائلة التي ماتت على ضفاف البحيرة سابقا كان على أجسادهم نفس هذه الدمى الورقية. أنتم من قتلهم. هل أدركتم ذلك الآن؟ لقد فات الأوان. لماذا تقفون كالبلة؟ أسرعوا واستخدموا قيد الأرواح لتقييد هؤلاء الأوغاد الصغار وأخذهم جميعا. إذا لم ننجز المهمة التي أوكلها إلينا المعلم، فانتظروا أن تمزق أجسادكم إلى 10,000 قطعة. إذن لقد استدرجتم كل أتباعي إلى هنا بخداعكم القذر. أساليب طائفتكم، طائفة اليشم الأبيض، في خطف الناس قذرة ودنيئة جدا. تفو عليكم وتدعون أنكم طائفة نبيلة وصالحة. يا لكم من حثالة وقحين. أنت مجددا أيها الكيان الشرير اللعين، تأتي لتفسد خططنا. جو شينغ، أنقذ الأبرياء فورا. يا هاوزي، تكفل أنت بالذي في قاع الماء والباقي اتركهم لي. اعتمد علي، سأبرحهم ضربا حتى الموت. هل تظنون حقا أن خردتكم البالية هذه تستحق الوقوف في طريقي؟ تفعيل فخ النظام. اللعنة، هذا الكيان الشرير يزداد قوة كلما طال القتال. قيدوه وعطلوه حتى لو كلفكم ذلك حياتكم. والبقية شكلوا المصفوفة واهربوا بهؤلاء الأوغاد الصغار فورا. يا لها من قوة وحشية. لو تمكنت من إخضاعه ليعمل لصالحي لكان بلا شك مقاتلا من النخبة وورقة رابحة. يا للأسف، بما أنه مجرد كلب طائع لطائفة اليشم الأبيض فمصيره الموت لا محالة. سلاسل تقييد الأرواح، انطلقي. يا لكم من حثالة حقراء، كيف تجرؤون على استخدام الأطفال كدروع بشرية؟ ها 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 ها. بما أنك تهتم لأمرهم إلى هذا الحد، فسيسعدنا جدا أن نصادر نحن هذه البضاعة. تبأ قفص حبس. كيف تجرؤوا على الهرب من تحت ناظري مباشرة؟ انطق حالا. لماذا اختطفتم أولئك الأطفال؟ وإلى أين تخططون لأخذهم؟
أترفض الكلام إذن؟ حسنا، سأقتلك وأقدم روحك كأضحية. انتظر لحظة أيها الكاهن، لا تقتل هذا الوغد من طائفة اليشم الأبيض بعد. هاوزي، هل فقدت عقلك؟ أنا من أريد تقطيعه إربة، لكن أيها الهيكل العظمي النتن، اسمعني أولا. هالة هذا الوغد مطابقة تماما لهالة ذلك الشيء القابع تحت الماء. بالتأكيد هناك سر قذر وراء هذا الأمر. عندما أدرك أنه لن يهزمني اختبأ في الظلام. هذه الرائحة لماذا تتطابق تماما مع رائحة ذلك الوغد الذي كان على متن السفينة؟ إنها نفس الرائحة الكريهة تماما. أيها الكاهن، فكر معي قليلا. أولئك الأوغاد المنافقون من طائفة اليشم الأبيض يرسلون الأطفال الأبرياء من بنين وبنات إلى وسط هذه البحيرة في جوف الليل، وفي قاع هذه المياه يختبئ وحش قذر يحمل نفس هيلة هذا الفتى تماما. هناك مؤامرة قذرة تحاكى هنا. هذا هو الدليل القاطع على تورط طائفة اليشم الأبيض وتواطئهم مع تلك الوحوش الجذرية تحت الأرض. لو ضربته بفأسك وقسمته نصفين فسينقطع هذا الخيط تماما. الأفضل أن نبقي هذا الكلب حيا لنجبره على البوح بكل أسرار طائفة اليشم الأبيض. ربما نتمكن من استخراج كنز ثمين من المعلومات. هذا مثير للاهتمام. بعد أن أصيب باسمي أنا الزعيم الأعظم دخان التهام الروح، ورغم أنه لن يموت إلا أنه سيشعر في كل لحظة وكأن 10,000 سهم تخترق قلبه. إن كنت تفهم ما ينفعك فاعترف فورا. أخبرني أنا الزعيم الأعظم ما هذا الشيء القابع تحت الأرض، وما هي علاقته بك وبطائفة اليشم الأبيض بحق الجحيم، ولماذا تخطفون الفتيان والفتيات الأبرياء؟ تحدث وإلا لقد تعرض لدخان فقدان الروح السام الخاص بي، ورغم ذلك لم ينطق بكلمة واحدة. لم أعد أحتمل هذا العمل. لا يمكنني انتزاع أي اعتراف منه. بما أنه عديم الفائدة فلنقدمه كأضحية إذن. بالنظر إلى مستوى طاقته سيمنحني بعض القوة، فتسريع إعادة بناء جسدي أفضل بكثير من إبقائه حيا ليستهلك طعامنا بلا فائدة. فشلت عملية التضحية. تم اكتشاف أن روح الهدف غير مكتملة وتفتقر إلى الوعي المستقل. تم تصنيفه كدمية حية ولا يصنف ضمن الكائنات الحية الصالحة للتضحية. ما هذا الهراء المزعج؟ بذلنا جهدا جبارا وتعبنا حتى الموت لنحضر في النهاية حثالة لا يصلح حتى ليكون أضحية. بما أنه بلا قيمة فاسحقوه وحولوه إلى غبار من أجلي. مهلا، هذا الشيء يمتص نخاع دماغه. لا عجب أنه فاقد للوعي تماما. أيها الإله العظيم، لا تفعل. أتوسل إليك، أرجوك لا تقتله. لماذا تحميني كلب طائفة اليشم الأبيض هذا؟ ابتعدي أيها الإله العظيم. إنه أخي الأكبر هاي شوانغ. لقد تم إرساله من القرية المجاورة إلى طائفة اليشم الأبيض منذ 10 سنوات. إنه ليس كلبا مطيعا لهم. أنا متأكدة أن طائفة اليشم الأبيض هي من دمرته وجعلته هكذا. أأنتم من القرية المجاورة إذن؟ إذا تمكنت من إعادة وعيه إليه فلن نكشف أسرار طائفة اليشم الأبيض فحسب، بل وسيجعل ولاء هؤلاء اللاجئين في الخارج يتجاوز كل الحدود. هذه صفقة رابحة جدا. أرجوك يا سيدي اترك أخي هواي شوانغ. هي أخي هواي شوانغ، تنادينه بكل هذه الحميمية؟ لقد تعبت في إنقاذكم وأعطيتكم حبوب الدم الفظية وبنيت لكم منازل كبيرة، ولم أرك تبكين علي بهذا الشكل أبدا. اجعليه يبتلع هذا، وما إذا كان سيعيش أم لا فهذا يعتمد على مدى صلابة روحه. شكرا جزيلا لك أيها الإله العظيم. يا فأر، راقبه جيدا، وإذا استيقظ استجوبه بالتفصيل، وإذا حاول القيام بأي حركة غبية انهشه حتى الموت. لماذا أشم رائحة ثوم هنا؟
أين أنا؟ أخي هواي شوانغ، لقد استيقظت أخيرا. الإله العظيم هو من أنقذك. هونغ لينغ، هل هذه أنت؟ إنه إله الشر. يا هونغ لينغ، احذري، هذا هو الإله العظيم. إنه من أنقذ حياتك، وحتى أنه عالج الجرح الذي كان في رأسك. لقد اختفت. الكروم التي كانت على رأسي اختفت، وشعري عاد إلى لونه الأسود الطبيعي. أشكرك أيها السيد الهيكل العظمي. أجبني، لماذا طائفة اليشم الأبيض تخطف هؤلاء الأطفال؟ وما هو ذلك الوحش الورقي الموجود تحت الماء؟ طائفة اليشم الأبيض إنها وكر الشياطين آكلة للبشر. ما يسمى بالخالد العظيم لليشم الأبيض ليس سوى وحش بشع. قبل 10 سنوات تم اختياري كأحد تلاميذ طائفة اليشم الأبيض. ظننت أنني سأحظى بحماية الخالدين، ولكن لم أدرك الحقيقة إلا بعد دخولي إلى الطائفة الداخلية. جميع التلاميذ ليسوا سوى دم يتحكم بها سيد اليشم الأبيض. لقد رفضت الخضوع له، ولذلك تم تحويلي إلى آلة قتل فاقدة للوعي والإرادة. حتى سكان المدينة بأكملها ليسوا سوى ماشية يربيها كقطيع لديه. أما البالغون الذين ينضمون إلى طائفة اليشم الأبيض فجزء منهم يصبح طعاما لذلك العجوز الشيطاني، والجزء الآخر يرمى في البحيرة كغذاء للجنرال قمع النهر. إنه سلاح دموي ولحوم وفنون السحر الأسود الورقية. لقد زرع ذلك العجوز الشيطاني روحا ميتة داخل عقلي، بينما يمتلك جنرال قمع النهر الروح الأم مخبأة داخل جسده. هكذا الأمر إذن. لا عجب أن ذلك الوحش قد شم نفس الرائحة تنبعث منكم. أخي هواي شوانغ، ماذا عن أولئك الأطفال الذين اختطفوهم؟ هل هم في خطر الآن؟ أولئك الأطفال هم معدون لمهرجان تكريم الخالدين بعد 7 أيام ليكونوا الطبق الرئيسي، وقبل أن يبدأ المهرجان سيتم احتجازهم في جناح تغذية الأرواح التابع للطائفة، لذا لن يكونوا في خطر في الوقت الحالي. هذا الشبح العجوز باي يو قوي للغاية. لو تمكنت من القضاء عليه سأتمكن بالتأكيد من التخلص من هذا الجسد العظمي نهائيا، لكن لم يتبق على المهرجان سوى 7 أيام وبقوتي الحالية. أيها الإله المبجل، على الرغم من أنك أنقذتني، إلا أنه طالما بقي ذلك الوحش في قاع النهر سأظل دائما مجرد دمية تتحكم بها طائفة باي يو، وقريبا جدا سأعود إلى تلك الحالة، نصف إنسان ونصف شبح. أرجوك اقضي علي وأرحني من هذا العذاب. أولا، ما أريده هو قوة الإيمان. أريد قرابين وأتباعا يمكنني حصد إيمانهم باستمرار يا فتى. هل تريد القضاء تماما على ذلك الوحش جنرال قمع النهر والتخلص من الشبح العجوز بايو واستعادة حريتك؟ طالما يمكنني التحرر من هذه السيطرة الملعونة، حتى لو كان الثمن هو الذهاب إلى الجحيم، فأنا مستعد لذلك. هذه حبة تقوية الروح يمكنها أن تجعل روحك الإلهية حصينة كقلعة منيعة. ذلك الجنرال يظن أنه سيتحكم بك عبر الروح الأم في أحلامه. أخي شوانغ، هذا رائع. كلها بسرعة. بمجرد أن تتناولها لن يستطيع ذلك الوحش السيطرة عليك بعد الآن. أشكرك على فضلك العظيم أيها الإله المبجل. تمهل، هذا الدواء سيحمي روحك من التشتت. آفمي، لكنه لن ينقذ حياتك. الليلة ستلعب دور الطعم لتستدرج ذلك الشيء من قاع الماء، وسنتعاون معا لقتله. حسنا، لكن يجب أن تفهم أمرا. إذا لم يمت ذلك الوحش فستظل دمية بين يديه إلى الأبد. لو مات ستدفن معه لا محالة، وحتى إن دفنت معه طالما يمكنني قتل كلاب الشبح العجوز بايو وألا أتسبب في توريط هونغ لينغ وأهل قريتي، فما المانع من الموت؟ ها عظيم. بما أنك لا تخشى الموت فاذهب واستدرجه إلى هنا. أيها الدجال، هذا الفتى يمتلك إمكانيات مذهلة، كما أنه شاب متهور لا يبالي بحياته. إن دربته جيدا فسيصبح مقاتلا من الطراز الأول. إرسالك له ليلقى حتفه يعتبر هدرا كبيرا، ومن قال إنني سأدعه يموت. بمجرد أن تدمر الروح الرئيسية ستتلاشى الروح الفرعية حتما،
أليس هذا أمرا بديهيا؟ همف، طالما أنه لا يزال يتنفس 444 متر 5 زاند، فبإمكاني انتزاعه حتى من قبضة ملك الموت. إذن لماذا كذبت عليه وأخبرته أنه سيموت لا محالة؟ لو لم أقل ذلك، كيف كنت سأعرف مدى صدق ولائه؟ عندما يكتشف أنه مات مرة واحدة من أجل الانتقام، لكنني من منحته حياة جديدة، ألن يصبح حينها أخلص عبيدي؟ لا أحد يضاهيك دهاء أيها الدجال العجوز الماكر. أنا جائر جدا. تبا إنه يستدعيني مرة أخرى. الجوع. أشعر بجوع شديد، لم أشبع في المرة الماضية. لماذا لم يجلب لي الطعام؟ أيها الجنرال، هناك قرية مليئة بالبشر على الشاطئ، جميعهم أحياء يرزقون. بشر أحياء. لحم ودم، أريد لحما ودما. اتبعوني، إنهم جميعا على الشاطئ. أيها الإله المبجل، إنه قادم إلينا. البشر. سآكل، سألتهمكم. لا تعرف شيئا سوى الأكل. أيتها الأفعى العظمية، قيدي حركته. مجموعة من الحثالة، كيف تتجرؤون على مواجهتي؟ أتريد قتلي أنا أيضا؟ يا ولدي، كلانا كيانان مختلفان عن البشر. اذهب الآن واقتلهم. قمة رأسه. إنها نقطة ضعفه القاتلة. اذهب إلى الجحيم. لقد توقف عن التنفس يا مولاي. أخي هواي شوانغ، إنه لقد مات. يا إلهي، هذه أرواح أحياء. كم عدد البشر الذين اتهمهم هذا الوحش اللعين؟ آه أيها النظام، قدمها كقربان بالكامل. تم رصد كمية هائلة من طاقة الأرواح عالية المستوى. تبدأ عملية التضحية الآن. مبروك أيها المضيف، وصلت نسبة بناء جسدك اللحمي إلى 60%. تابون، بحق الجحيم، لقد أصبحت عظامي أكثر وسامة بعد الموت.
ناعمة تماما كحجر اليشم. توقفوا عن البكاء أتباعي، حتى ملك الموت لا يجرؤ على أخذ أرواحهم. على الرغم من موت الجنرال تشين جيانغ، إلا أن هذه الأرواح المتناثرة على الأرض لا تزال هنا. جيان هواي شوانغ امتصها كلها. يا للروعة! الآن أصبحت الهالة الشيطانية التي تحيط بهذا الفتى أثقل من هالة الأشباح نفسها. أشكرك يا مولاي الإله على منحي حياة جديدة. جاين هواي شوانغ، لقد التهمت بالفعل الروح الرئيسية للجنرال تشين جيانغ. هذا الجسد هو قوة الحياة الجديدة التي أمنحك إياها. لقد أنقذتك مرتين، ومن الآن فصاعدا حياتك ملك لي. روحي فداء لك يا مولاي، سأخوض النيران من أجلك، ولن أتردد حتى لو مت 10,000 مرة. لا تخافوا يا جماعة، هذا هو إلهنا العظيم، إنه من أنقذنا جميعا. أنت جايان هواي شوانغ، العبقري الذي اختارته طائفة اليشم الأبيض قبل 10 سنوات. كيف انتهى بك المطاف بهذه الحال المزرية؟ يا أهل قريتي، لا وجود لشيء اسمه عبقري على الإطلاق، ولا وجود لطوائف خالدة أيضا. طائفة اليشم الأبيض ليست سوى وكر شياطين يأكلون لحوم البشر. إنهم يأخذوننا نحن من ندعى بالتلاميذ، تحولوا إلى دم متحركة بلا أرواح، ما يسمى بيوم الاحتفال المزعوم. كلها مجرد ألاعيب خبيثة من ذلك العجوز الشرير بايو لإيذائنا. يا إلهي، لقد أرسلت طفلي بيدي إلى وكر الشياطين. أيها الإله العظيم، لقد كنا عميانا، لقد وثقنا بذلك العجوز الماكر بالخطأ. نتوسل إليك أن ترحمنا وأن تنقذ أطفالنا الذين لا يزالون في المدينة. انهضوا جميعا بسرعة، بما أن الإله العظيم قد أنقذ أخي هواي شوانغ وقضى على ذلك الوحش القابع في قاع النهر، فهو بالتأكيد لن يتخلى عن بقية الأطفال أبدا. أجل، فكلمة إلهنا العظيم لا ترد. إذا قال إنه سينقذهم فسيفعل ذلك حتما. أحسنتما، يبدو أنكما بارعان جدا في توريطي بالمهام أنتما الاثنان. أنا أتعهد لكم في مهرجان تكريم الخالدين القادم سأعيد أطفالكم سالمين غانمين، وسأجعل طائفة بايو تدفع الثمن بالدم. سنتبعك حتى الموت أيها الإله العظيم. دينغ، تهانينا أيها المضيف، لقد خضعت مجموعة اللاجئين لك بالكامل وتحولوا إلى أتباع متعصبين. ها ها ها، يا للروعة، يا لها من قوة إيمان نقية جدا. مع كل هذه القوة أصبحت أكثر ثقة الآن في سحق ذلك العجوز بايو. اذهبوا الآن وعيشوا بسلام في قرية المعبد، فحياتكم الآمنة والمستقرة هي أكبر دعم يمكنكم تقديمه لي. شيهواي شوانغ، بما أنك قد اندمجت الآن مع الروح القتالية للجنرال تشين جيانغ، فإن ذلك العجوز بأيو من المفترض أنهم هناك. سيستدعونك قريبا جدا للعودة والمشاركة في المهرجان، أليس كذلك؟ ممتاز، أريدك أن ترتدي هذا الدرع القتالي وأن تعود إلى طائفة بايو بصفتك الجنرال تشين جيانغ. خذ هذا معك وعد إلى الطائفة، بفضله لن يشك ذلك العجوز الماكر فيك أبدا. أمرك مطاع يا سيدي، لن أخيب ظنك أبدا أيها الإله العظيم. يا إلهي، ذلك العجوز خبيث وماكر للغاية. هل سيتمكن هذا الفتى من الصمود أمامه؟ لا تقلق، ذلك العجوز سيبتلع الطعم لا محالة.
ها ها ها. تلميذي العزيز، لم تكن عيناه لتظهر أبدا هذا النوع من الشفقة تجاه هؤلاء الحشرات. هل يعقل أنك لم تعد جيان هواي شوانغ الذي أعرفه؟ كما توقعت تماما، أنت لست تلميذي. دعني أرى حقيقتك وما أنت بالضبط. تعويذة كشف الهيئة. يا سيدي، بالطبع أنا لست ذلك الحثالة جيان هواي شوانغ. هذا أنت. لماذا لست في قاع النهر تحرس مكانك هذه المرة؟ ولماذا تسللت إلى جسد جيان هواي شوانغ الآن؟ في ذلك اليوم خضت أنا وجيان هواي شوانغ معركة طاحنة ضد ذلك الروح الشرير ذي العظام البيضاء. لقد سحق ذلك الشرير روش جيان هواي شوانغ بضربة واحدة، ولو لم أقم بابتلاع ما تبقى من روحه الممزقة بالقوة والاندماج معها. The time in him is friend's confirmation. لكنت قد تمزقت إلى أشلاء على يد ذلك الشرير منذ وقت طويل. لقد ابتلعت ذلك الشرير واندمجت بشكل مثالي مع هذا الوعاء. جاين هواي شوانغ، ممتاز. أنت الآن السلاح الأكمل على الإطلاق. ها في يوم مهرجان دعوة الخالدين سأقوم بامتصاص الطاقة الروحية الفطرية من هؤلاء الفتيان والفتيات العذارى، وسأبتلع كل هؤلاء الأتباع الذين جاءوا إلى مدينة اليشم الأبيض من كل مكان. سأطهر نفسي من كل أثر لهذه الهالة الشيطانية، لأصبح إلههم الحقيقي الوحيد في هذا العالم الفوضوي، وأنت ستكون السلاح الأكثر حدة في يدي. أمرك يا سيدي. كدنا أن ننكشف. لحسن الحظ أننا قمنا باستعداداتنا على أكمل وجه. أيها الإله المبجل، هذا الشبح العجوز لمدينة اليشم الأبيض شديد الشك. كيف يمكنني خداعه بشكل مثالي دون أن يدرك؟ هامف. أظهر له الروح الأم الموجودة بداخلك. أظهر له قوتك الحالية. القوة والاندماج كلاهما حقيقيان، لذا سيصدقك بكل تأكيد. تذكر أن جيان هواي شوانغ الحقيقي قد، وأثناء عملية الاندماج، تم ابتلاعه بالكامل بواسطة الروح الأم لجنرال قمع النهر. أنت الآن مجرد جنرال قمع النهر متخفيا في جلد بشري. قوة الخالد العظيم لا حدود لها، ومن المؤكد أنه سيوحد هذا العالم الفوضوي. مهرجان دعوة الخالدين هو احتفال مقدس. إذا استمرت هذه الحشرات في البكاء والنحيب حينها فستكون فضيحة. أسكتوهم جميعا. تمهلوا. انتظر. يا سيدي، هؤلاء الأغبياء خرقاء ولا يتقنون شيئا. أخشى أن يتسببوا في تسريب الطاقة الروحية. هذه هي المرة الأولى التي أخدمك فيها بعد اندماجي. أرجوك اسمح لي بتولي هذا الأمر بنفسي. بما أنك تملك هذا القدر من الولاء، سأترك هذه البضاعة بين يديك. أمرك مطاع. أنا خائف، لا أريد أن أموت. لا تخافوا، اهدأوا يا صغار. لقد أرسلني آباؤكم وأمهاتكم لأعيدكم إلى المنزل. صدقوني، طالما أنني أتنفس فسأحميكم بكل ما أوتيت من قوة. لكن أولا علينا أن نجد حيلة لنخدع بها ذلك الوغد العجوز شيخ اليشم الأبيض. مما أنت خائف. بما أن الإله العظيم قد أرسلك للتسلل بينهم، فمن الطبيعي أنني قد أعددت خطة بديلة. راقب جيدا. لا ترتعبوا يا صغار، فهؤلاء جاءوا ليأخذوا مكانكم. لقد اندمجت الآن مع الجنرال تشن جاينغ، ومن المفترض أنك تتقن فنون رسم الوجوه وصناعة الدمى الورقية، أليس كذلك؟ هل تقصد أن نستخدم العظام البيضاء كهيكل، ونستخدم فن الدمى الورقية لصنع الجلد الخارجي، لنصنع نسخا مزيفة من الأطفال؟ بالضبط، خدعة الاستبدال المثالية. يا أطفال، لقد كتبت لكم النجاة.
هؤلاء الأغبياء الجبناء لو علموا أن الصنم الذي يعبدونه ليس سوى وحش آكل للبشر لماتوا من شدة الندم والحسرة. أيها المخادع العظيم، هل نهاجم الآن؟ لا، ليس هناك داع للعجلة. إذا تدخلنا الآن فإن هؤلاء الأتباع المتعصبين سيعتبروننا مجرد أشرار خربوا حفلهم المقدس. وما العمل إذن؟ ننتظر حتى يكشف ذلك العجوز عن وجهه الحقيقي. ننتظر حتى ينهار إيمان هؤلاء الناس بالكامل، وحينها فقط سنهبط عليهم بهيئة المنقذين وبدعم وإيمان مدينة كاملة من الأتباع. سيكون سحق ذلك العجوز لليشم الأبيض أسهل من شرب الماء. خطة عبقرية. كنت أعلم أنه لا أحد يضاهيك مكرا ودهاء أيها المخادع العجوز. كل من آمن بي بقلب صادق سينال بركة الآلهة وسيحظى بالخلود، فالسماء رحيمة. امنحنا الخلود الأبدي. أرى كل شيء بوضوح الآن. أخيرا ظهر الشكل الحقيقي للسيد الخالد باياو. السيد الخالد يسطع بالنور الذهبي. وجه هذا الغول العجوز قبيح ومقزز بشكل لا يصدق. إذن مصفوفة الأوهام هذه هي سبب كل تلك الألاعيب. بمجرد أن تكسر هذه المصفوفة ستسقط ورقة التوت التي تخفي حقيقة هذا الغول العجوز. اذهب وأشعل الأجواء قليلا هناك. أمرك مطاع. حسنا. هؤلاء الأطفال هم المختارون من السماء. جذورهم الروحية عميقة وأصيلة. سأقوم بنفسي بتفتيح بصيرتهم الروحية، ومن هذه اللحظة سيصبحون تلاميذي المباشرين في طائفة اليشم الأبيض لينعموا بالمجد الخالد والطاقة المطلقة. مبارك لك أيها السيد الخالد على هؤلاء التلاميذ النجبات. أيها السيد الخالد، انظر إلى هنا أرجوك. ابنتي تملك جذورا روحية أكثر نقاء. اخترني أنا. ابتعدوا من طريقي. لا تقفوا في طريق ابني نحو الخلود. أيها السيد الخالد، ابني هو الأفضل. أرجوك اختر ابني. يا لها من مهزلة. حان الوقت لتستيقظوا من هذه الأوهام. اهجموا ومزقوهم بأسنانكم من أجلي. 3 2 1. يا ويلي، اهربوا بسرعة. كيف تكون بهذه السرعة؟ إنه وحش كاسر. ما الذي يحدث بحق الجحيم؟ كيف تمكنوا من رؤية شكلي الحقيقي؟ لقد كسرت مصفوفة الأوهام. ما هذا الشيء الذي امتصصته للتو؟ هو. كيف تجرؤون على التلاعب بي؟ بما أن الأسلوب اللين لم ينفع معكم فسأبتلعكم جميعا وأنتم أحياء. اهربوا أيها الخائن القذر. اسمعوا أوامري يا جميع التلاميذ. فعلوا مصفوفة الدم فورا وصهروهم حتى يتحولوا إلى بركة من الدماء. تبدو الأجواء ممتعة جدا هنا. ولماذا لم تدعوني للعب معكم؟ أخرجوا لشم بعض الهواء النقي يا صغاري. إذن أنت من يعبث في الخفاء ويفسد خططي. كيف تجرؤ على إفساد خطتي العظيمة لأصبح إلها الألوهية؟ وهل تستحقها أصلا؟ لست سوى مسخ بشع يقتات على لحوم البشر. أنت من أجبرني على ذلك. سأرسلكم جميعا إلى الجحيم. تباه، هذا سيء. أرض طائفة اليشم الأبيض بأكملها هي في الواقع جسده. أفعى العظام العملاقة، جيش الهياكل العظمية، أنقذوا الناس. هذه المدينة مليئة بنقاط الخبرة. إياكم أن تفقدوا شخصا واحدا. إنهم ينقذوننا. هذا هو الإله الحقيقي. نرجوك أيها الإله المبجل، أنقذ حياتنا. نقاط الإيمان تتجاوز الحد الأقصى في لمح البصر. تعزيز القوة الإلهية بنسبة 100%.
سأبتلعكم جميعا. ضربة النصل، اقطعوا كل جذوره من الأساس. أيتها المخالب الخشبية البائسة، هل تعتقدين أنك قادرة على إيقافي؟ هي ما الذي يحدث؟ لماذا لا أستطيع الحراك؟ انقطعي. هذا ما أسميه تناغما مثاليا. الأطفال في أمان. انظروا جميعا، الأطفال هناك. لقد مات الوحش. ذلك المسخ آكل البشر قد مات حقا. المجد للإله المبجل. لقد أنقذنا الإله المبجل. لقد كتب لنا عمر جديد. تنبيه من النظام. تم رصد 1000 عام بدء التضحية بجوهر شيطان الشجرة وكمية هائلة من الإيمان الخالص. تهانينا للمضيف. وصلت نسبة إعادة بناء الجسد البشري إلى 100%. جاري تفعيل إعادة بناء الجسد الإلهي. لطالما قال آجي أن للإله المبجل هيئة سماوية خلابة. كنت أظن أن عقله قد سلب منه. لم أتخيل أبدا أن الإله المبجل وسيم إلى هذا الحد. جسد الإله المبجل الحقيقي يفوق في بهائه الجسد الروحي الذي رأيته في السابق ب1000 مرة، بل ب10,000 مرة. لقد وصلت نقاط الإيمان الروحي إلى ذروتها القصوى. تم ربط الروح، الترقية مباشرة لتصبحي المبعوثة الإلهية المختارة. أن أجعل هذه الفتاة الصغيرة تترقى هكذا ليس أمرا سيئا، ففي النهاية إنها بطلتي الأولى في جلب الأتباع. ما الأمر؟ لماذا يحدق بي خادمي الشبحي الأول كالأبلة هكذا؟ ألم تتعرف على سيدك بعد؟ أعرفك بالطبع، أعرفك. أخيرا لن أضطر للتجول بهيكل عظمي يصفر فيه الهواء لأخيف. الفتيات الصغيرات بعد الآن. امتلاك جسد من لحم ودم مريح أكثر بكثير. أيها المضيف، لقد نجحت في إعادة تشكيل جسد الآلهة والشياطين، ولكن يرجى الانتباه. أنت لا تزال تفتقر حاليا إلى القلب الإلهي والروح الإلهية. يرجى الاستمرار في التقدم نحو عرش إلهنا الشر العظيم في هذا العصر المضطرب. القلب والروح أمر هين.